تفضلي خانوم، تفضلي يوم، تفضلي يا حبابي. اكيد القمر بدر الليله لك ابو عبيد. وصلت الرسالة، وصلت. تفضلي خانوم، ايش حبيتي؟ فرجينا هالقطعة العرايسية. عرايسية ايه على راسي. ايش الحكي؟ حلوة كثير. ما حلوة؟ هي أحلى. هديك؟ ايه على راسي. حق معك، احلى هي. مين بيناتكم العروس؟ ما مبين؟ بصراحة مو مبين، يعني اللي بشوفكم مع بعض بيحتار مين العروس بيناتكم. ومين صاحب الحظ؟ أكيد العريس لقطة. إيه مو كل هاند. ايه ما اشبه شيء، بشتغل بلديه. بالبلدية مطرح كويس كتير. وإمتى إن شاء الله؟ اول خميس من الشهر الجاي. معناتها العريس مستعجل. مستعجل وبس، ما عجزنا كل يوم بيجي يسهر عنا. إيه والله حق معه. أنا ما أكون محله لأجي أسكن عندكم. ايه بس سألتك كم متر؟ ما بتفرق، مشان العروس الحلوة ب50 ورقة. دفعة كلها؟ لا بزعل منك، المتر مترين وربع ب100 بس مشانك، تكرم عينك. يسلموا ايديكي، ان شاء الله معوضين. تهرية بالعافية، ألف مبروك. الله يتمم بالخير. الله معكم، مع السلامة. لك أهلين بعبد السلام، أهلين بجاري والله. والله دائما نفسك خضرة يا أبو عادل. خيو ما بإيدي، ما بإيدي. الله خلقني بحب النسوان، بحبهم. وأم عادل ما هي نسوان؟ ام عادل ستوكي لخاي، جابت لي 9 اولاد وهلا قملتيها بالعاشر، مو فاضي طلي. إيه يلا اعملها وشجعنا. مين قال لك ما بدي اعملها؟ ومن هي؟ اجا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن إذنك أبو عادل، أجا الرزق. الله معك ابو عبيد، مع السلامة. خلصت مدرسة يوب؟ خلصت. مريت على البيت؟ ايه مريت. ايش عم تساوي يمك؟ عم تنظف وبتحوز. طيب انا رايح عندي شغلة وبعدين بدي اروح على البيت، دير رايح على الدكان. ها توكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني احلى، هذاك اللون الثاني. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عمي حجي؟ الحمد لله. كنت معدي بسوق الحبيل، قلت اجي اسلم على حبيبي وصاحبي الحج عبد القادر. إيه بارك الله فيك. ما عندي مطرح حتى اقول لك تفضل يا ابو عادل. ان شاء الله صبرك هونك حجي. تفضل عود. السلام ورحمة الله. بصراحة حجي يعني أنا جايك بشغلة، بس عرفان إنه الوقت مو مناسب. لا تفضل احكي. ما في وقت غير مناسب لابو عادل. الله يخليك. خير، في مشكلة مع المرأة؟ يعني رضيان عليها. يا حجي القصة إنه أنا مثل ما بتعرفني وضعي منيح الحمد لله، وشغلي عال العال، وأنا بحب الحياة لك يا حجي، بحب الحياة ولساتني بنشاطي وبحب الهدوء. واختك معادل الله يقصف عمره، الله يقصف عمره، جابت لي جيش ولاد، صار بيتي مثل السكنة، وهي ما عادت اهتمت فيني ابدا. ايه ايش قررت؟ قررت اشتري بيت تاني واقعد فيه على رواق. ايه ما عاد عندي صبر لك يا حجي. ومن امتى هالقرار؟ من مدة. وانا ايش علاقتي بالموضوع؟ حجي انت الك علاقة، يعني بس الوقت مو مناسب لاشرح لك. لا انا من رأيي تقول ولو الوقت مو مناسب. انا طالب القرب منك يا حجي. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي انا بعرف انه الوقت مو مناسب لطرح هذا الموضوع، بس ايش قلت لحالي؟ تا واحكي مع اخوك الحاج عبد القادر لحتى يطمن على مستقبل البنت بعد ما الله يرحمه. يا سيدي صحيح الوقت غير مناسب فعلا، ونحن بنتشرف يا ابو عادل، لكن بالوقت الحاضر مستحيل افاتح البنت بهالموضوع. اعطيني الوقت الكافي وبعدين برد لك الجواب. ايش عليه يا حجي؟ على راحتك، على كل راحتك. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمة الله.